عادة سيئة واحدة تنجم تدمر كل شيء. أنا حبيت نفسر لكم النقطة هذه على جال ريت برشا ناس يتغافلوا عليها، واللي هي إنه أنت مثلا عندك عادة سيئة معينة تعمل فيها، وكلنا هكا معناتها كلنا عندنا عادة سيئة. كيف نعملوها؟ نحسوا بالذنب من بعد. تجم تكون أي حاجة، تجم تكون معناتها تلعب برشا لعب، قاعد تاكل برشا في ماكلة غير صحية، تنجم تكون حتى تفيق مخر، هذه تتسمى عادة سيئة، ولا أي عادة سيئة تجي لبالك. هذوما الكل كيف نعملوهم؟ نحسوا بالذنب من بعدهم وما نحسوش برواحنا معناتها سافا وموتيفي باش نعملوا أي حاجة. وهنا الغلطة اللي نحب ننبه منها. أغلبية الناس شنو يعملوا؟ كيف يطيحوا في العادة السيئة هذيك ويعملوها، يحسوا برواحهم فاشلين، يحسوا برواحهم قلقين، يحسوا برواحهم مع عينهم يعملوا شيء وما همش موتيفي. إذا شنو يمشيو يعملوا؟ يمشيو يكملوا يغرقوا أكثر ويدخلوا أكثر في عادات سيئة أخرى، مثلا يعديوا نهار كامل على السوشيال ميديا، يعديوه يتفرجوا في نتفليكس. المهم ما يكونوش برودكتيف النهار هذاك وما يعملوا شيء فيه فايدة. والحاجة هذه تخوف على الآخر وخايبة. على جال أنت مثلا تنجم فزدتوا نهار هذاك كل عجلك عملتك العادة هذيك برك، تنجم الغدوة تحس بروحك قلق وما عينكش عجلك البارح فزدتوا زاد، وتتوالى الأيامات ورا بعضها وتوصل لشهرة وتلقى عباد توصل معناتها 6 شهور 7 شهور ما عملت شيء ينفع في حياتها. على جالها طاحت في السيكل هذاك، قاعدة تتعاود الحكاية ذيك، وعندهم قناعة إنه مادام عملوا العادة هذيك النهار هذاك النهار كل تفسخ، معناتها هما توك ما عاد عينهم يعملوا شيء وما عاد يجموا يعملوا شيء باهي. وأنا حبيت نحذر من الحاجة هذه. انت تو حصلت مثلا عملت الحاجه هذيك، حصلت قعدت تلعب اكثر برشا وقت، ولا عديت برشا وقت على السوشيال ميديا، ولا كليت برشا اكل غير صحي، انت تو عملت هالحاجه هيك، ما نحبكش تخلي نهارك الكل يتدمر من بعدك. نحبك مثلا تحاول تمشي تغسل وجهك، تنشط روحك باي طريقه تموتيفي روحك، تنسى اللي انت عملتها العاده السيئه ذيك اللي انت معناتها ما حبيتش تعملها، وتحاول تبدأ من جديد. تحاول تكمل نهارك، تعمل الحاجات اللي انت سيبوزي تعملها، الحاجات اللي معناتها حطيتها اللي انت لازمك تكملها النهار هذاك، الحاجات اللي قاعد تسعى لها تعملهم الكل وكأنك ما صار شيء. معنى هذا هو المقصد. صحيح انت تحب تبطلك العادات السيئة اللي تعمل فيها، لكن حتى كان حصلت وغلطت وعملتهم ما تخليهمش يفسدولك بقية نهارك. هذا هو. إذا أنت كي حصلت عملتها تمشي معناتها تحاول تكمل نهارك عادي كأنه ما صار شيء، ما تخليش نفسيتك. صحيح هو نفسيتنا معناتها تتعب كيف نعملوا حاجة معناتها عادة سيئة نشوفوها، وهذيك حاجة باهية، هذيك حاجة بوزيتيف، هذيك إشارة من بدنا قاعد يقول لنا أن الحاجة هذه ما تساعدنيش، الحاجة هذه مش باهية، ماهاش صحية. إذا هذيك إشارة بدنا لينا ما نخليوهاش تسيطر علينا ونطيحوا في ديبرسيون، ونخليو الأمور معناتها تتوالى وتولي أيامات وأشهر وانت قاعد وماك تعمل في شيء جست على جالك معناتها عملت حاجة هكا. تبدأ ساعات عباد عن تقوم أول النهار تاكل حاجة غير صحية، ولا كما قلنا تقوم مخر، يقول لك الرا النهار هذا كل مش باهي مش يتعدى، فهمت؟ يوليو حتى ما همش بوزيتيف، يوليو ما يعملوا شيء ونهار كل يعديوه معناتها ماهوش برودكتيف كما قلنا. إذا السر هو أنه حتى ولو أنت طحت وعملت حاجة معناتها عادة سيئة وحسيت بالبخل، حسيت بالفشل وما عادش تحس في روحك موتيفي، ما يسالش، حاول قيم روحك، وادخل للجدول متاعك، شوف شنو عندك اليوم، اعمل الحاجات هذيك وتترى معناتها من بعد تحس بروحك سافا وتحس بروحك كأنك معناتها ما صار شيء. وهذاك هو السر. رغم الظروف اللي انت فيها لازمك تكمل، تسعى نحو أحلامك، تختم للأهداف متاعك وكأنه ما صار شيء. إذا هذا هو اللي حبيت ننبه منه، ما تطيحش بك السيكل هذاك، راهو حلقة مفرغة والتعب على الآخر. هذا هو اللي حبيت نحكي فيه. إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم وأفادكم. ما تنساوش عاد اللايك والاشتراك في القناة، وخلي لي كومنتير فيه رأيك في الحاجات اللي حكينا فيها اليوم. والسلام عليكم.